العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتوسيع فرص التعليم في قلوج. حماية التربة والمياه في نقفة. المجلس العسكري بمالي يطرد ممثل مجموعة إيكواس. مؤشرات تهدئة بعد تهديدات تركيا بطرد 10 سفراء غربيين. ومنظمة الآسيان تعقد قمتها بغياب بورما. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الأقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في أسمرة، وظهرت إصابتان في مراكز الفحص وإصابة واحدة في مراكز العزل. في غضون ذلك شفي 3 مرضى كورونا، 2 من الأقليم الأوسط و1 من أقليم القاش بركة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6798، شفي منهم 6717 وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 36 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من أكتوبر 2021. وجه مسؤول التعليم في مديرية قلوج الأستاذ عبد الله محمود دعوة للمجتمع والمؤسسات الحكومية لتعزيز دورهم لتوسيع فرص التعليم وحصول المواطنين على التعليم عن قرب. وأوضح في الاجتماع الذي عقد وجود 49 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، غير أنها لا تتناسب مع تعداد السكان، ولذلك تم رفع مستوى متوسطة إلى ثانوية لخدمة ضواحي تبلدية وسابونايت وقرقف ومنغولا، ومدرستين ابتدائيتين إلى متوسطة بهدف توسيع الفرص التعليمية. وأشار إلى وجود الكثير من الأطفال الذين بلغوا السن التعليمي، وكذلك الأطفال الكبار الذين فاتهم فرص التعليم، ويجري العمل لتحسين الوضع وتعليم الأطفال وإدخال برنامج محو الأمية. قيمت حركة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جوبا بجنوب السودان أنشطتها في اجتماع عقدته يوم 24 من أكتوبر، وبحثت الدفع ببرامج التصدي. وقدم نائب رئيس الحركة السيد تخلأب برخة آب في الكلمة التي ألقاها العمل الذي بدأ والبرامج الموضوعة لتفعيل الأنشطة التي ظلت مجمدة بسبب وباء كورونا وإجراءات مكافحته. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد فؤاد محمد توضيحا حول دور حركة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة للتصدي للتحديات المرحلية، وقال يجب على الشباب العمل النشط فرديا وجماعيا بتقوية الصف الوطني ورفع الوعي لإنجاح كفاءة برامج التصدي. وأكد المشاركون في الاجتماع على العمل لإنجاح المهام المرحلية المتمثلة في تعزيز وحدة ووعي الإريتريين عامة والشباب خاصة، والتصدي للحملات العدائية والتشويه وإفشالها. من ناحية ثانية، تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة ياي بجنوب السودان $1000 لتنمية صندوق أمانة الشهداء. تلقى مسؤولو تنظيم شباب العمال في عصب دورة تدريبية للمساعدة في أنشطتهم. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عصب الشاب علي أحمد حيو أن التدريب تضمن القيادة والإدارة والحوار والقانون والشباب.
وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر أن فرع الشباب العمال في عصب نفذ أنشطة نموذجية في السنوات الثلاثة الماضية داعيا للدفع بها قدما. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي أن الوعي والتنظيم القوي سبب انتصار نضال الشعب الإريتري، وعلى الشباب العمل في مختلف المؤسسات الحكومية لتقوية التنظيم لإنجاح عمل المؤسسات التي يعملون فيها والمساهمة المؤثرة في المجتمع. يقوم سكان مديرية نقفة بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بالعمل يومين في الأسبوع بالإضافة إلى نظافة البيئة. ويجري العمل حول الحفاير لحمايتها من الطمي والمدرجات والحواجز المائية والطرق التي خربتها السيول. وتنفذ في مدينة نقفة أنشطة نفير لنظافة البيئة للحد من الأمراض المعدية. وأوضح المشاركون في النفير أن العمل الذي يقومون به يحقق نتائج مشجعة وسيواصلونه بانتظام. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أمهل الحكام العسكريون لمالي الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس حميدو بولي 3 أيام لمقادرة البلاد، واصفين إياه بشخص غير مرغوب فيه بسبب تصرفات لا تتسق مع مهامه حسب ما أورد التلفزيون العام. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب إلى أن بولي يعمل مع جماعات وأفراد من المجتمع المدني وكذلك من عالم السياسة وحتى عالم الصحافة يمارسون أنشطة معادية للمرحلة الانتقالية، وهو ما لا يتوافق على الإطلاق مع مهماته. يأتي ذلك في وقت يتزايد الضغط على الحكام العسكريين لمالي لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين. وانزلقت مالي في اضطرابات سياسية العام الماضي بلغت ذروتها مع انقلاب قادة الكولونيل آسمي غويتا في أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وتشدد كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة والأمم المتحدة على الإسراع في إجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني. لكن الحكومة المؤقتة أعلنت أنها ستحدد موعد الانتخابات بعد عقد مؤتمر وطني لإعادة التأسيس في ديسمبر. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السفراء الغربيين الذين كانوا قد دعوا للإفراج عن الناشط المدني عثمان كفالة تراجعوا عن موقفهم وسيكونون أكثر حذرا في المستقبل، متراجعا بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد. وبدأ الرئيس التركي كأنه اختار وقف التصعيد بعد أن هدد بطرد 10 سفراء غربيين دعوة للإفراج عن الناشط المدني عثمان كفالة المسجون منذ 4 سنوات دون صدور إدانة في حقه. وأكدت معظم السفارات المعنية في بيانات على احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها التي تضع إطار العلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المضيف. ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبيان حسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن مصادر في الرئاسة تزامنا مع عقد الحكومة اجتماعا.
افتتحت القمة الافتراضية 3 أيام من الاجتماعات التي تستضيفها الرابطة، والمتوقع أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسان الصيني والروسي. وتتصدر بورما جدول أعمال محادثات بين القادة الإقليميين في وقت لا يزال هذا البلد يشهد فوضى منذ استيلاء الجيش في فبراير على الحكم والقمع الذي أعقب ذلك بحق المعارضة. وأمام دعوات لنزع فتيل التوتر، وضعت آسيان التي تضم في عضويتها بورما خارطة طريق بهدف إعادة إرساء السلام، لكن لا تزال هناك شكوك إزاء التزام الجنرالات بالخطة. ودفع رفض بورما السماح للممثل خاص بلقاء الزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي بالكتلة لاتخاذ قرار استبعاد رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هيلينغ من القمة المنعقدة هذا الأسبوع. واعتبر قرار استبعاد الجنرال مين أونغ هيلينغ من القمة خطوة غير مسبوقة من منظمة تتعرض لانتقادات لعدم امتلاكها أدوات ضغط، ونددت المجموعة العسكرية بالقرار بوصفه خرقا لسياسات التكتل القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. أعلنت الأمم المتحدة في تحذير موجه إلى مؤتمر الأطراف كوب 26 أن تركيز الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بلغ مستويات قياسية العام الماضي، كما تخسر الأمازون قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون. وتضمنت أحدث نشرة بشأن الغازات المسببة لمفعول الدفيئة صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الزيادة السنوية في تركيز غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تجاوزت العام الماضي المعدل المسجل في الفترة بين 2011 و 2020. ولفتت المنظمة في بيان إلى تحول جزءا من الأمازون من بالوعة كربون إلى مصدر للكربون. وشدد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتري تالاس في مؤتمر صحفي على أن ذلك أمر مقلق ومرتبط بإزالة الغابات من المنطقة. وأوضحت المنظمة أنه لم يكن للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 أي تأثير ملحوظ على نمو معدلات غازات الاحتباس الحراري. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتوسيع فرص التعليم في جلوج. حماية التربة والمياه في نقفة. المجلس العسكري بمالي يطرد ممثل مجموعة إيكواس. مؤشرات تهدئة بعد تهديدات تركيا بطرد 10 سفراء غربيين. منظمة الآسيان تعقد قمتها بغياب بورما. إلى اللقاء.